السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى وصحبه أجمعين. صباح الفل ورد وياسمين عليكم مع أجمل يوم النهاردة يعتبر آخر جمعة في شهر شعبان. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى هيصبح نستعد بقى لاستقبال شهر رمضان الكريم. انا قلت بقى اما اصور معاكم بقى اخر يوم في شهر شعبان بقى السنة دي ان شاء الله. هصور معاكم بقى اليوم كله من اوله لغايه ساعه السحور ان شاء الله باذن الله. هصور معاكم كل تفاصيل اليوم بتاعنا بالكامل. زي ما انتم شايفين كده احنا لسه بادئين بقى في الفطار الصبح، لسه طبعا يوم الجمعه الصبح. فقلت بقى اما افطر بقى الاولاد وكده وافطرهم، وبعدين ابدا بقى اشتغل في الطبيخ يعني وكده في الغدا. احنا عندنا يوم الجمعه عندنا في البلد يعني عندنا لازم نتغدوا بعد صلاه الجمعه على طول. فيعتبر بقى دي اخر بقى غدا بعد صلاه الجمعه ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. زي ما قلت لكم بقى عملت لهم بقى فطار، حاجه فطار يعني كده خفيف كده سريع عشان احنا بنتغدى بدري. عملت لهم بقى خيار وده مخلل وجبن ولانشون وعارف الحاجات الموجوده في التلاجة. وعملت لهم بقى كل واحد كوبايه شاي كده، ونبدا بقى بفطارنا وبعدين نشوف نعمل ايه. زي ما انتم شايفين بقى انا هطبخ لهم النهارده كبيبه اللي هي بالجمبري. جايزة عندي البصل زي ما انتم شايفين، انا عملتها قبل كده في القناة. لو انت عايزة تعرفي التفاصيل يعني فيديو بالتفصيل، ادخلي على القناة وشوفي طريقة الكبيبة اللي انا كنت عاملاها، لان هنا انا عاملاها سريع سريع مش بالتفصيل بقى. المهم الخضرة دي انا كان عندي كمية خضرة كبيرة يعني ما شاء الله، كنت جايبة كمية حلوة يعني فخلطتها كلها مع بعض. بس هشتغل منها النهاردة والباقي هيعينه في التلاجة. كنت مجهزة بقى البصل، عملت حوالي 3 بصلات كده كبار، عاملهم للي هصفرها يعني يعني اعملها احمرها. يكون لون بني كده شويه عشان ياخد معايا لون الصياديه اللي هي بتاعه الجمبري. لون الشوربه بتكون لونها بني، باسمها شوربه صياديه زي ما بنيجي نعمل كده سمك الصياديه. بنعمل نفس برضو الطريقه بتاعه الجمبري، الكبيبه الجمبري. زي ما انتم شايفين هصفر بقى البصله احمرها لغايه ما تاخد معايا اللون البني الغامق. طبعا بتفرق بقى من كل واحد، في ناس بيحبوها فاتحه، بيحبوها غامقه. احنا ما بنغمقهاش قوي يعني احنا بنخليها وسط، لا غامقه ولا فاتحه. هنا بقى دي كميه البصل بقى كان عندي شويه بصل كده صغيرين، لميتهم مع بصلتين كبار. وده الرز بتاع الجمبري بتاع الكبيبه يعني. الرز ده كان حوالي يا جماعه 2 كيلو، انا عندي كيلو لحم، اخد كيلو لحم جمبري اخد مني 2 كيلو ونص رز. نقعته من العربيات وصفيته ونشفته خالص، وبعدين طحنته في المطحنه من بالليل، يعني كنت مجهزاه من بالليل. اللهم صل على النبي. في ناس ممكن بتزود على كيلو اللحم، ممكن تزودي مثلا 3 كيلو رز لو انت عايزه الرز فيها يكون كتير. بس احنا بنحب يكون في الجمبري باين فيها كده بنقلل الرز شويه. كنا عاملين 2 كيلو رز على 2 كيلو ونص رز على كيلو لحم جمبري. لو هتعملي ممكن تعملي 3 كيلو رز على كيلو لحم جمبري يعني. دي حاجه بترجع لك انت بقى. هطحن بقى كميه البصل التانية، وشويه بصل كده حلوين بقى للكبيبه بقى نفسها بقى. احنا عملنا خلاص بقى الصياديه، نعمل بقى الخلطه بقى. فانا جبت شويه جمبري، يعني كام معلقه كده من الجمبري، وحطيت عليهم مع البصل وشويه خضره وطحنت وعملتهم في ضربه كده في الكب. ما تنعمهاش قوي عشان الجمبري ما ينعمش منك خالص. وبعدين بقيت الخضره بقى طحنتها برضو في الكب، يعني نعمها شويه زي ما انتم شايفين اهو. يعني انا عملت البصل الاول خالص نعمته، لازم يكون يا جماعه البصل يكون ناعم ما يكونش خشن عشان ما يبانش في الكبيبه. وزي ما انتم شايفين بقى طحنت شويه جمبري مع شويه الخضره مع شويه بصل خلاص، واركنهم احطهم بقى مع بقيه البصل التاني. طبعا ما تنسيش بقى توم مفروم برضو، كنا حاطين برضو توم مفروم. اهم حاجه يا جماعه كل حاجه تكون عندنا متنعمه، الخضره والبصل يكون ناعم، والخضرة تكون حلوة كده، تكون يعني مظبوطة، لا قليلة ولا كتير. هنا بقى كنت بنعم بقى الخضرة نفسها بقى لوحدها، كنت بشيل حبة بحبة كده وانعم، عشان زي ما قلت لكم لازم تكون ناعمة. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى خلاص كنت خلصت بقى كمية الخضرة كلها بقى. وهنا كنت بعمل بعد ما البصلة اتحمرت مني اخدت اللون البني اللي انا عايزاه،
استنيتها لما بردت شويه وبعدين حطيتها في الخلاط مع شويه ميه وضربتها في الخلاط زي ما انتم شايفين، وارجع بقى احطها في الحله تاني وازود لها الميه بقى ايه كميه ميه حلوه بقى كده، واسيبها لما تغلي بقى شويه في الميه، واحط لها بقى بهارات بقى ملح وفلفل وكمون وشويه شطه صغيرين. ده الايه ده في الشوربه. انما بقى البهارات اللي هنحطها في الخلطه نفسها بتاعت الكبيبه هي نفس البهارات، بس هنزود لها كزبره ناشفه بس مش اكتر من كده. هنا بقى هنعمل بقى ايه، هنسيبها بقى لما تقلب الميه بقى براحتها. هنا بقى هنعمل بقى الخلطه، هنجيب بقى كل كميه البصل مع الجمبري مع الخضره كلها والثوم المفروم وكل حاجه. هنحط بقى البهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وشطه. طبعا الشطه دي اختياري بقى، بتحطي بقى الكميه اللي انتي بتحبيها، يعني ما تخليهاش يكون يعني مش شطه قوي عشان ما تتعبش يعني. المهم دي بس البهارات. يبقى البهارات ايه يا جماعه؟ قلت تاني: ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وشطه، شطه حمرا عاديه. طبعا قلنا شطه اختياري. وهنقلب بقى كله مع بعضه، بس تحط شويه بهارات كده حلوين عشان الكميه معانا ما شاء الله حلوه، يعني نزود في البهارات شويه عشان تبان يعني تبقى مشطشطه كده وطعمها حلو. هنحط بقى شويه زيت بقى وندعك كل ده مع بعضه كويس جدا. وبعدين هنحط بقى ايه بعد ما ندعكها كويس الخلطة دي كلها، نحط بقى الرز شوية بشوية، ما نحطش كمية الرز كلها مرة واحدة، نحطها شوية بشوية زي ما انتم شايفين اهو. احط بقى الرز اهو. طبعا الرز يا جماعة مطحون في المطحنة بتاعة الخلاط، حوالي 2 كيلو رز، 2 كيلو ونص رز على كيلو لحم جمبري. لو انت عايز تزود الرز عن الجمبري بتحط 3 كيلو رز، وبتنقعيهم شويه كتار، يعني بتنقعيهم حوالي ساعتين 3 مثلا في الميه، وبعد كده بتصفيه خالص من الميه بتاعته، وبعد كده بتفرديه على فوطه او اي حاجه عندك نضيفه، بتفرديها عليه على صينيه مثلا زي اللي بعمل عليها كده، وتفردي الرز عليه لغايه ما ينشف معاكي خالص زي ما انت شايفه اهو. تقلب كويس. اهم حاجه تقلبي الرز، تقلبي كويس الرز مع الخلطه اللي احنا عاملينها. هي ما شاء الله كميه الرز اللي احنا كنا عاملينها عمال 2 كيلو ونص رز اللي احنا عاملينهم اخدوا ما شاء الله كانوا مناسبين مع كميه الجمبري اللي احنا عاملينها. احنا بنحب الجمبري يكون باين فيها ما يكونش كلها رز، تبقى احلى يعني. كده كنت خلاص بقى قلبنا الرز بقى كويس خلاص معانا اهوتي. نحط بقى ايه الخلطه كلها بقى زي ما انتم شايفين اهو. هنقلتها بقى من على الصينيه، احطها في الحله دي تاني اللي كان فيها الرز نفسه، قمت حطها في بدل ما نقعد نعك يعني اطباق تاني. وبعدين بقى هنشوف بقى هنغسل بقى ايدينا، ننضف ايدينا بقى ونسيبها ترتاح شويه، وبعد كده نشتغل فيها بقى هوريكم بقى واحنا بنشتغل فيها. هنا بقى كنت عملنا شويه كميه يعني شويه، وبعدين صورنا بعد ما عملنا شويه كميه يعني. بتعملي بقى بتكوريها، وبعدين بتضغطيها بقى على ايدك بشويه زيت زي ما انت شايف اهو. ممكن تعمليها بالزيت او ممكن تعملي بميه زي ما انت عايز، بس بالزيت احسن يعني، لان ممكن الميه تخليها ممكن تسيح منك وانت بتبططيها يعني زي ما انتم شايفين اهو. انت بتفرديها كده ممكن الميه، انا كنا بنعمل اول بميه بس حسينا ان هي بتسيح شويه مننا، فعشان كانت رزها اصلا كانت عادة رز كمان، بس احنا بنحبها يكون ما يكونش رزها كتير. هنا كنا خلصنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين اهوت، والميه كانت خلاص غلت. اهم حاجه تزودي الميه بتاعتها وتظبطيها قبل ما تحطي الكبيبه، والكبيبه والميه تكون بتغلي، وتقومي نازله بالجمبري بالجنب، يعني تحطي الجمبري تحطيه من جنب الحله، ما تحطوش من النص على طول، من الجناب من الجناب. طول ما انت تحطي من الجناب، وهي ما شاء الله ما تحطي الكميه بتاعتك كلها هي هتطلع ما شاء الله. لو ناجحه معاكي هتقوم قابه على الوش على طول، يعني تعرفي الكيبه دي كانت ناجحه معاكي ولا لا. بتلاقيها طبعا تحطيها بعدها بشويه تلاقي طلعت معاكي على وش الحل، تعرفي كده ان الكيبه بتاعتك ناجحه ومظبوطه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اللهم بارك، كانت ما شاء الله جميله وكل الاكل منها كان مبسوط اهو. احنا قلنا بقى نعمل كبيبه النهارده علشان بقى نصبح بقى ان شاء الله صيام باذن الله اول يوم رمضان، فنعمل بهم بقى حاجه حلوه وكده فتغيير يعني. ما رضناش نعمل بقى حاجه تانية، قلنا نعمل لهم بقى
بدل ما نعمل سمك او كده كان عندي جمبري فقمت مطلعه وعملته. ودي الحله اهي بعد ما قلبت معانا واخدت غلوتين كده. طبعا هي بتخش سوا كتير يا جماعه على النار، يعني حوالي 10 دقايق كده بالكتير وبتطفى عليها اهو. هي البصله بتاعتها ما طلعتش غامقه، هي المفروض كانت تبقى غامقه شويه عن كده، معلش بقى طلعت معايا المره دي فاتحه شويه. بس طبعا انت لو عايزه بتغمقيها عن كده بتستني على البصله شويه، بتساعد عليها النار، بتستنيها لما تغمق شويه منك. بس احنا مبنحبهاش تكون، يعني قلنا كمان عشان داخلين على الصيام برضو ما تبقاش حامية قوي. زي ما انت شايفه اهو ما شاء الله هي طالعه يعني مظبوطه وحلوه. وده كان الغدا بتاعنا النهارده يوم الجمعه. آه وايه رايكم بقى في الكبيبه؟ جربوا الطريقه بتاعتي يا جماعه في الكبيبه، والله هتعجبكم قوي. ولو انت عايز تعرفي بقى الطريقه بالتفصيل ادخلي على القناه وشوفوا طريقه الكبيبه الدمياطي بتاعتنا، وهتعجبك ان شاء الله باذن الله. متنسيش بقى لو انت اول مره تشوفي قناتي متنسيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وعايزه كومنت كده حلو منك كده ومشجع. وان شاء الله لما يجي بقى البديل بقى نصور مع بعض. هنا بقى كنا بعد الغدا، كنت بعملهم بقى الزبادي. كنت مطلعه اللبن من بدري، يعني من اول ما صحيت وكان من الفريزر وكده، وغليته وسبته بقى لما برد بقى يعني لبن يكون زي دمعة العين كده، ما يكونش لا سخن ولا بارد، زي دمعة العين. وبعدين هتحطي بقى معلقتين من السكر كبار وهتقلبيهم. انا كان عندي الهاند بلندر عملتها بيه، كنت بعملها في الخلاط، بس كان عندي الهاند بلندر قمت عاملاها بدل ما تعملها في الخلاط يعني. ولو انت عايز تقلبيها بالمعلقه كده بس براحتك، بس لما بتعمليها كده بتطلع معاكي حلو. الزبادي بقى كلها بتدوب معاكي في اللبن، فبتبقى حلو. انا كان عندي بقى هعمل كام كوبايه كده ساده، وهعمل باقي بالطعم الفراوله بال بالايس كريم فراوله. ايس كريم فراوله كان عندي ايس كريم فراوله دريم. كانت عندي، يعني كنت عامله مره قبل كده بيه، فكان تغيير يبقى اعملهم يعني ساده وبالفراوله كده وكده، عشان طبعا مكة واياد وكده هما بيحبوا اللي بالفراولة. فانا عملت هي واخواتها يعني بالفراولة، واللي عايز سادة ليا مثلا او انا وابو محمد يعني اللي عايز سادة وكمان عشان كمان عين خميرة منها برضو لما اجي اعمل المرة الجاية. فعملت نصها سادة ونصها بالفراولة اهو ما شاء الله. عملت كام كمية كده، قصدي كام كوباية. وبعدين بقى هحط بقى ده الكيس اللي هو الايس كريم دريم اللي بقولكوا عليه، حطيت نصه ونصه التاني بقى سبته اعمله مرة تانية عشان اللبن يعني مش كتير قوي ولا حاجة. فزي ما انتم شايفين اهو هعمله برضو بالهاند بلندر، برضو ضربة كده بالهاند بلندر وخلاص. وزودت لها برضو معلقة سكر كمان عشان هي طبعا بطعم الفراولة، فقلت لما ازود لها كمان معلقة سكر. وبس هضربها ضربة واحدة كده وبس خلاص، بحيث ان انا اضرب الايس كريم فيه يبقى طعمها جميل قوي يا جماعه، زي الزبادي اللي هي المغلفه اللي بطعم الفراوله اللي بنجيبها من السوبر ماركت. طعم نفس الطعم والله بالظبط. جربيها كده وانت هتقولي فعلا ان هي احسن منها كمان. كنت زودت اهوتي معلقتين سكر وخلاص على كده. وكده حط بقى، كنت انا بقى مجهزه الفرن مسخناه من تحت على درجه حراره عاليه، وقمت طافيه عليه النار، ومجهزه صينيه احط فيها الكوبايات اللي انا حطيت فيها الزبادي، ومسخنه الكاتل على ميه. هحط بقى الميه في الصينيه زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا عندي بصراحه مكنه الزبادي، بس انا بحس اللي في الفرن بتتعمل بسرعه، يعني حوالي ساعتين ولا حاجه وتاخر خلصت، او ساعتين او 3 يعني كمان. انما في المكنه بتاعت الزبادي بتقعد كتير، بتقعد اكتر من 3 ساعات و4. وانا على بقى، ما انا بعمل مره كده ومع مره كده، يعني مره ومره. بس انا بحب اللي في الفرن بتبقى ناجحه اكتر يعني. بصوا هنا حطيت بقى قسمت طبعا الكوبات ما قضيتش في الصينيه، فعملتهم على صينيتين زي ما انتم شايفين. وحطيت الميه السخنه هنا وهنا. وزي ما قلت لكم تسخني الفرن درجه حراره عاليه، وبعدين تطفيه الاول، وبعدين تدخلي بقى الصينيه على الشبكه وتسيبيها بقى وتغطيهم بقى او اي حاجه كده وخلاص اهو. حطيت الميه
المية تكون ايه في نص الكوبايات كده، يعني المية جاية نص الكوباية، ما تكتريش بقى ايه، ما تخليش المية تيجي على الزبادي نفسها. اهو كده هنا بقى خلاص، كنت كده بقى بعد التراويح، وقلت بقى ما اطلعهم بقى ايه علشان ايه احطهم في التلاجة. كانت الزبادي بقى خلاص جمدت وبقت حلوة، فبنشفها من المية عشان احطها في التلاجة. طبعا احنا رحنا صلينا التراويح بعد العشاء انا ومكة، وجيت بقى ايه عشان اعين زبادي في التلاجة زي ما انتم شايفين، وعملت شوية حاجات كده ايه بعد ما جيت من التراويح، وهتشوفوا معانا بقى ايه يومنا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ورمضان كده كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب بالخير واليمن والبركات، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة. هنا بقى ده كركديه، قلت برضو بعمله برضو على بيات، بحيث ان مبقاش كل حاجة ايه متكبسة فوق دماغي اول يوم، ابقى مرتاحة شوية. هنا بقى ايه, حطة السكر، وانا بحب اغليه عشان ينزل كل اللي فيه في المية على ما يتنقع كمان، وكمان عشان السكر يدوب كده ويبقى سهل يعني. وبعد كده بتحاول بقى بتزوديه بقى المية بتاعته بقى، بتزودي له بقى المية، وبعد تحطيه بقى في الدرق بتاعك بقى، ولا ايه، ولا ايا كان بقى، وتحطيه بقى في التلاجة. خلاص، دي طريقتي في الكركديه يا جماعه. انا عملت الزبادي وعملت الكركديه، وكمان هعمل برضو شربات برضو اجهزه يبقى عندي برضو في التلاجة. جبت كيس سكر كده زي ما انتم شايفين اهوت. هنا بقى ايه، جبت كوبايتين، ده هو كيس سكر يعني، جبت كيس سكر، عملته على 3 كوبايات ونص من المية. كيس سكر على 3 كوبايات ونص من المية، ويعني عايرتهم طلعوا مظبوطين بالظبط الكيس يعني. المهم اللهم صل على النبي، واقوم بقى حطاه على النار، وبعد ما يغلي شويه اقوم حاطه عصره ليمونه وبس كده، وفي الاخر اقوم حاطه شويه فانيليا. وقلت بقى ايه يعني ما شاء الله عمل معايا برطمان وشويه اهو. هوريكم كمان بعد ما اخلصه، كمان هوريكم بعد ما يخلص معايا. حطيته بقى على النار زي ما انتم شايفين، وشويه كده اما يغلي اقوم حاطه إيه عصره ليمون. هنا بقى انا ومكة كنا جايين من التراويح بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. النهارده بقى ايه، اول النهارده يوم صلاة التراويح. طبعا احنا صلينا بقى في الجامع التراويح وانا ومكة، بس مكة كانت لابسة الاسدال بس قلعته، صح يا كوكو؟ احنا لسه جايين يعني، بس ايه ما لحقتش بقى انا اصوركم واحنا رايحين، فلما جيت بقى قلت اما ايه اقول لكم بقى احنا صلينا التراويح. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ورمضان كريم عليكم يا رب بالخير يا رب والسعاده واللهم بلغنا كده رمضان كده السنه دي يا رب، لا فاقدين ومفقودين يا رب ان شاء الله باذن الله. وتقبل منا دعائنا وصلاه القران والتراويح والحاجات الحلوه بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. مكه بقى جايبه هديه بوكي وطمطم من الحضانه، عاملينها لها في الحضانه، صح يا كوكو؟ ايه رايكم يا جماعه بوكي وطمطم بتاع مكه؟ يلا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنة وانتم طيبين. يلا انا بقى ان شاء الله ساعه السحور بقى هنشارككم مع بعض ساعه السحور وكده، تجهيزات السحور يعني. يلا مع السلامه بقى دلوقتي. حاجة تاني. يا اياه يا اياد، يا اياد، يا عبد، قول يا عبد، قول يا عبد. يا سعيد، هنا بقى كنا بنجهز بقى خلاص السحور بقى، زي ما شفتوا معايا من شويه المسحرات اجا بقى، فقلت اما اصورها معاكم عشان اوريكم اجواء بتاعتنا في رمضان في السحور وكده. جبت بقى بطاطس زي ما انتم شايفين، 3 حبات من البطاطس، قشرتهم وقطعتهم زي ما انتم شايفين، وبدات بقى انا اعمل لهم بقى السحور. انا قلت اعمل لهم السحور يعني ايه، كانت حوالي الساعه 2 كده وشويه، قلت عما اجهز واخلص كده يكون الساعه بقت 3 ولا حاجه. وكمان لما يسحروا بدري يبقى براحتهم، احسن ما يبقوا متلهوجين يعني، ويبقوا متسرعين يعني على السحور، ياكلوا براحتهم يعني يبقى احسن. هنا بقى عملت لهم بقى، كنا جايبين فول، وعملت لهم بطاطس وجبن وعملت لهم شاي و... والخيار وطماطم وحاجات شوية ومخلل يعني. بصوا روقت عليهم اهو، زي ما انتم شايفين، وعملت لهم الشاي اهوت اهو.
ده في السحور بتاعنا يا جماعة. يعني حاجات بسيطة طبعا، منحبش ان احنا نكتر في السحور برضو بحاجات تكون تقيلة. كل ما نعمل حاجات خفيفة يبقى احسن. يعني بطاطس مقلية مثلا مع جبنة مع فول مع حاجة بسيطة. ممكن جبن بس ممكن، يعني حاجات خفيفة كده. هنا بقى ده السكر الشربات اللي بقولكوا عليها اهوت عامل معايا الجر دوتي وايه، وده كمان. يعني هشتغل منهم بقى ايه شوية، وما يخلص ببقى اعمل غيره. بيبقى اريح يعني، بدل ما اقعد اعمل كل شوية بيريحني. اعملي كده عشان ايه ترتاحي بعد كده. ده كان بالسكر اللي هو بتاع التومين، سكر التومين، والسكر اللي هو الابيض النضيف. سبحان الله في فرق. هنا بقى السحور حطونا بقى على السفرة. طبعا الأول كانت نامت صحتهم من النوم وقاموا بقى، ودي الزبادي ما شاء الله بعد ما طلعت من التلاجة بقت أجمد كمان من الأول. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا السحروا معانا كده. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، رمضان كريم عليكم. ما تنسيش بقى ايه باللايك وكومنت حلو منك كده، ومتنسيش الاشتراك. ودي هنا مكوكة هاتي بتقول لكم ايه مع السلامة. ويقول لكم بقى ايه مع السلامة كده، تصبحوا على خير، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. يلا مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش باللايك يا جماعة والاشتراك.